السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين اخواتي لاباس عليكم؟ نتمنى الله تكون على خير وبخير، ما خصكم ان شاء الله حتى شي خير. وجيت ان شاء الله طلعت باش نشارك معاكم الصبحيه ديال الدجاج بعد ما شطبت عليه. هي جيت طلعت الصراحه بنقول لكم واحد النصيحه، كي لا تيبقى شطب يشطب ويسيق وخوي في الماء ويحك حتى تيفزقوا لهم كاع ديك البلاصات وتقول لك الدجاج ديالي مرض مالو مرض، مرض مالو مرض. انا المهم دابا جيت باش نقول لكم هاد الدجاج راه ما خاصكمش تشطبوا عليه اصلا بزاف، خاصكم تخليو له شويه ديال التراب بحال هكا، خصوصا داك الدجاج اللي التربيه ديالو على السطح، باش ما ينقصش لك داك الحاشيه ديال الجليج، حيت هو تعرفوا هو تيبغي الحجر، باش داك الحجر تيكون منه داك البيض ديالو. ما خاصكش تشطبي عليه حتى لا تولي حمرا صافي، تولي نقيه ما تيبقى يبان والو. لا، راه خاصك تشطبي عليه غير شويه وتنقصي عليه وتخليه ليه بحال هكا فين يبحث وفين حتى هو يلقط الحجر وفين حتى هو يلقط شويه ديال التراب. انا دابا مسيقه عليه وداك الشيء وها هو مازال عنده ما ينقب. ما تشطبيش عليه كلشي، حيدي غير داك الوسخ الفوقاني صافي، ما تخليش ثاني الوسخ بزاف وما تحيديش الوسخ بزاف داك التراب بزاف عليهم، حيت انا راه ليهم بشويه ملي تنطلع عليهم داك التراب اللي تنحطيه في السطوله بحال السطوله بحال هكا، تنعمروا لهم حتى بالتراب بالرمله، تيبقاو ينقبوا بالتراب حيت تيبغيوه وتيبقى يتشتت في الارض. من تيتشتت في الارض صافي تنخليه ليهم ما تنحيدوش، حيت الا مثلا شطبتي بزاف هاد الارض هادي بحال هكا، هاد الجليج هذا كامل، هاد الحاشيه هادي دابا راه جليجه هادي تيبقى ينقبوا لك هاد الحاشيه هادي، يقدروا يقسموا لك حتى السطح، يقدروا يديروا لك الشق ويدخل لك الماء للسطح، فهمت؟ هاد الحاشيه هادي تنخلي شويه ديال التراب مليح في الارض باش يصيبوا ما ينقبوش لك الحاشيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. قد ما قديتي تعمري السطوله بالرمله، واحد جوج سطوله بالرمله وتحطيهم ليهم، حيت هما ضروري ليهم داك التراب وداك الحجار تيبغيو. شطبت حولت لهم شويه العشه كانت ليها وحولتها لهم هنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. دابا من حولت لهم العشا بحال ودرت لهم ديك البلاصه اللي هما تيبيضوا فيها، الله تتعود هذه واش ندخل ولا ما تدخلش. هاد الحكاك هادو بحال هكا وتتربطيني بشي حاجه تيبقاو بخير، ما يشتوا لك لا علف لا والو. لو وصلتوا معايا حتى لهنا ما تنساوش تصليوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. وتنسونيش اخواتاتي في واحد البسيمه واحد لايك، وغير فضلا منكم ليس امرا، تشكركم بزاف اللي خطيكم.
هذا هو الدجاج ديالي. تنتمنى تكون عجبتكم هاد الفيديو هذا. بعد ما حولت ليه العشه من البلاصه ديالو، صعيب باش يتعرف على البلاصه فين خصو يبيض. هما دابا بداو يتعودوا، بداو يدخلوا. هاد الدجاج هاد النوع هذا الصراحه اللي رباه ما يندمش عليه، زوين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. متنسونيش خوتي خواتاتي في واحد البسيمه، واحد لايك، غير فضلا ليس امرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. اللهم بارك، اللهم بارك وزد في ذلك، اللهم بارك. دابا وقت حاكوزه، دابا تيبغوا الناس يذبحوا الدجاج. انا ما سخيتش بالدجاج ديالي، لا نبيعو ولا ناكلو. صراحه الله لا بغيت نذبح خاصني نمشي نشري. انا ما نقدرش الدجاج اللي مربيه ما تنقدرش نذبحو صراحه. وشكرا بزاف على المتابعه. لا خطيكم.